واش عارف السبب اللي خلى كريستيانو يلبس الرقم 7 وعلاش ميسي كيلبس الرقم 10؟ تبع معايا الفيديو وغادي تفهم الحقيقة. واش عمرك تساءلتي علاش رونالدو لعب بالرقم 7 وعلاش ميسي ارتبط بالرقم 10 وعلاش الحارس غالبا كنلقاوه بالرقم 1 بحال ياسين بونو؟ باش تعرف الحقيقة كاملة تبع معايا الفيديو من أول دقيقة حتى لآخر دقيقة باش تعرف القصة كاملة. واش هاد الارقام غير اختيار شخصي ولا وراها قصة قديمة ما كيعرفهاش بزاف ديال الناس؟ اليوم غادي نرجعو بالزمان باش نعرفو القصة الحقيقية وراء ارقام قمصان لاعبي كرة القدم بحال ميسي وكريستيانو. تبع معايا الفيديو، متنساش معاك واحد لايك سبسكرايب تفعيل زر الجرس باش توصلك بجديد. الله نبداو. في البداية ديال كرة القدم أرقام القمصان ما كانتش بالشكل اللي كنعرفوه اليوم. في المباريات القديمة كانت الأرقام كتستعمل بشكل أساسي باش تفرق بين اللاعبين وتوضح المراكز ديالهم داخل الملعب، أي مدافع وسط مهاجم، كتفرق ما بين هادو. ومع مرور الوقت ولات بعض الأرقام مرتبطة بمراكز معينة. رقم واحد مثلا ارتبط بشكل كبير بحارس المرمى بحال ياسين بونو. رقم جوج غالبا بالظهير الأيمن بحال أشرف حكيمي مثلا، والرقم الثالث بالظهير الأيسر. أما الرقم ربعة وخمسة فكانوا مرتبطين أكثر بالمدافعين ولاعبي الوسط. غادي تبدا الصدمة من بعد كنوصلو للرقم اللي عنده شهرة كبيرة جدا، الرقم 10. وشكون اللي ما كيعرفوش الرقم 10 واللي مرتبط عبر التاريخ بلاعب الوسط المهاجم وصانع الألعاب داخل الميدان، ولهذا شفنا أساطير كبار حملوه ومن بينها مباشرة كيجي في بالنا بعض أعظم اللاعبين في التاريخ. ودابا غادي نمشيو للرقم 7. هذا الرقم حتى هو واللي عنده قيمة كبيرة خصوصا مع لاعبي كبار بحال كريستيانو رونالدو، ولكن الرقم 7 ما كانش دائما مرتبط بكريستيانو. قبلو كانوا نجوم كبار حملوا الرقم 7، والرقم ارتبط مع مرور الوقت بالأجنحة والمهاجمين وبعض اللاعبين الهجوميين. ومن هنا ولات بعض الأرقام عندها هوية خاصة للاعب، ما كيبقاش غير لابس الرقم، كيولي الجمهور كيربط الرقم مباشرة بشخصية اللاعب. والأغرب من هذا كامل هو أن كرة القدم الحديثة بدلت هذه القاعدة. اليوم اللاعب ماشي ضروري يلبس الرقم اللي كان مرتبط بالمركز ديالو. كاين لاعبين كيلبسوا أرقام غير تقليدية وبعضهم كيختاروا رقم عنده معنى شخصي. الرقم كان كيلبس الصغر والرقم مرتبط يعني الرقم اللي كان في الأصل مجرد وسيلة لتنظيم اللاعبين تحول إلى جزء من هوية اللاعب. بحال دابا إلا قلنا لك 7 غادي تفكر مباشرة في كريستيانو رونالدو مثلا، ولا قلنا لك 10 غادي يطيح في بالك ليونيل ميسي. ودابا ملي تشوف لاعب لابس الرقم 10 و7 وحتى الرقم غريب بحال 99 ربي بأن وراء الرقم ممكن تكون قصة كاملة، فكرة بسيطة بحال الرقم فوق خميس ولات جزء من تاريخ كرة القدم. شنو هو الرقم اللي كتعتبره انت اعظم رقم في تاريخ كرة القدم واللي علاش؟ الى عجبك هاد النوع ديال القصص الكروية منساش اللايك والاشتراك وخلي لي الرقم اللي اختاريتي في التعليقات. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.